أهلا وسهلا بكل المتتبعين الأوفياء، عواشركم مبروكة يدخلوا عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا. كلنا في هاد العواشر كنبغيو نفرحوا وليداتنا وأفراد عائلتنا بأشكال ديال الحلويات اللي تكون سهلة والمكونات يكونوا في متناول الجميع. اليوم جبت لكم شكل ديال الحلوى بالدقيق بدون طهي بدون فرن، رائع جدا. الكل يحتار في المذاق ديالو في المكونات ديالو. تابعوا معايا الفيديو إن شاء الله. غادي نحتاجوا مكونات اللي هي بسيطة وفي المتناول. غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق رطب محمر، يعني تحمر عادي اللي كنديرو نسلو ديالنا. كذلك غندير كأس ونصف ديال العسل، كأس ونصف ديال الزبدة مذابة. عندي هنايا كأس ما كاملش ديال السكر الرطب اولا السكر الثقيل. وعندي كذلك هنا كيس ديال الحليب بودرة. وللتزيين غنحتاج نصف باكية ديال الشكلاط الابيض. هنا في اناء غادي ناخذ الدقيق الرطب ديالي هنايا بعد ما حمرته، يعني تحمر عادي اللي كنديرو السلو ديالنا عادي. غادي نغربلو هنايا. عندي البنات تقريبا هنايا 500 غرام ديال الدقيق. صدقوني هاد الحلوى كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه في المذاق. اللي ذاقها عندك غادي يحتار في المكونات ديالها، كتجي زوينه بزاف. صدقوني واخا نعيان يعني نشرح لكم في المذاق اللي فيها حتى تجربوها ان شاء الله وغادي تعرفوا ان شاء الله يا ربي كيجي زوين بزاف. هنايا من بعد ما غربلت الدقيق ديالي غادي نضيف سكر ثقيل. عندي تقريبا هنايا كأس مع مرش. وكذلك عندي هنايا كيس ديال الحليب بودرة، كيس الصغير كيعمل تقريبا 5 دراهم. غادي نحرك هاد المكونات بجوج مع الدقيق بحال هكذا، نخلطو حتى يندمج هاد المكونات مع بعضياتهم. من بعد غادي ندير حفرة في الوسط وغادي نفرغ نصف كأس ديال الزبدة مذابة. بالنسبة للبنات الزبدة والعسل يعني بهم باش كنعجنوا الدقيق ديالنا. الا يعني كيبقى عينكم ميزانكم كتبقاو تضيفوا في العسل والزبده حتى كتحصلوا على واحد العجين اللي يعني لين ورطب يعني ومجموع. هانتوما غتشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش يعني كنحصل عليه. بالنسبه ل 500 غرام ديال الدقيق البنات جمعتها بكأس ونصف ديال العسل وكأس ونصف ديال الزبده مذابه. الكأس بالنسبه للكأس عنبه، اللي عنده الكأس عنبه يعبر بكأس عنبه، عنده يعني كاس زايد شويه على عنبه يدير كاس مع مرش. هنا كيف ما كتشوفوا القوام فحال هكذا، يعني خصنا نحصلوا على هذا القوام هذا يكون يعني كيتجمع ورطب كيف ما كتلاحظوا. صافي غادي نخلي هاد المكونات جانبا. كيف ما كتشوفوا معايا يعني سهل عليا انني نلويه وانني نخدمه كيف ما بغيت. كيف ما كتلاحظوا غادي نخليه جانبا وغادي ندوز باش ان شاء الله يا ربي ندير الشكلاط ديالي باش ندوبو ان شاء الله. عندي هنا البنات نصف باكيه ديال الشكلاط الابيض. تقدروا تاخذوا اي نوعيه كتعجبكم واي نوعيه بغيتو. كنديرها في كاسرونه وغادي نضيف عليها القليل ديال زيت المائده ونديرها في حمام مائي ونخليها على عافيه مهيله حتى تذوب على خاطره، يعني ما يبقى فيها حتى شي حبيبات. عاد غادي نخدموا بها ان شاء الله. انا غنديرها فوق عافيه مهيله ومن بعد ندوزو باش نخدموا الحلوه ديالنا. هنايا فوق بلاستيكه اولا ورق المطبخ بحال هكذا غادي نحطها وغادي نحاول انني نطلقها. انا هنا جيت على الطاقه شويه كاين الريح كيهز لي البلاستيكه ديالي بالحق ماشي مشكل. غادي نحاول انني نقاد فيها فحال هكذا. واخا تشوفوها انها كتفزر معكم شويه بالحق ماشي مشكل، قادوها بيدكم وصافي. ملي غتبداو تطلقوها يعني غتسهل معكم صافي حتى كنحصل على هذا القوام هذا اللي كتشوفوا، على هذا السمك هذا. ما خصهاش تكون رقيقه بزاف، خصها تكون يعني شويه غليظه. وصافي كناخذ هذا المرشم هذا. انا خديت مرشم دائري، تقدروا تستعملوا اي مرشم بغيتو، اي شكل بغيتو تقدروا ديروه في هاد الحلوه هذه، يعني كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا هذا هو السمك اللي خليت به الحلوه ديالي. هنايا خديت بلاطو درت في وسط منه يعني فرشته بواحد البلاستيكه وصافي. غادي نبدا نحيد الدوائر ديالي ونديرهم في هذا البلاطو هذا.
من بعد ما كيذوب معايا الشكلاط، يعني هو على نار مهيله، ضروري ما كنبقاو نحركو فيه باش ما كيتحرقش. صافي غنستمر بهاد الطريقه هادي حتى كنكمل كل الكميه اللي عندي، نطبعها بهذا الشكل هذا، ومن بعد ندوزو ان شاء الله يا ربي للمرحله الاخرى. هنا كما كتشوفوا بالنسبه لطريقه التشكال ديال الحلوه ديالنا كنظن انها سهله، والفيديو يعني واضح. تقدروا تعملوا الشكل اللي بغيتوه البنات. انا اخترت هذا الشكل هذا دائري. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي كما كتلاحظوا من بعد ما كملت. وكذلك الكميه اللي درت ديال الشكلاط دابت كما كتلاحظوا. خديت واحد البلاطو، فرشت فيه بلاستيكه نقيه. دابا غادي ناخذ الدوائر ديال الحلوه ديالي، غادي ندخلهم في الشكلاط، يعني ندخلهم في الشكلاط ومن بعد نحيدهم ونديرهم في بلاطو بحال هكذا. نستمر بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه، نبقى ندخل القطع ديال الحلوه ديالي في الشكلاط، يعني حتى يتكساو بالشكلاط كاملين، ونحطهم في بلاطو بحال هكذا. كما كتلاحظوا يعني طريقه جد سهله وبسيطه، ما كتاخذش منه واحد الوقت اللي هو كتير، وكذلك حتى المكونات بساط ومتواجدين في كل بيت. يكفي فقط اننا نحمروا الدقيق ديالنا وصافي. كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل كاع القطع اللي عندي بنفس الطريقه، ومن بعد ندوزو باش نزينوهم مع بعضياتنا ان شاء الله. خليكم مع الفيديو. هنا البنات بالنسبه للتزيين انا اخترت فيغميسيل بالالوان، وكذلك نتوما تقدروا تزينوا يعني على حسب الرغبه ديالكم. تقدروا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم، اي حاجه بغيتوها تقدروا تزينوا بها. وكذلك تقدروا تاخذوا اشكالات اسود، تعملوا خطوط من فوق الدوائر ديال الحلوه ديالنا حتى هما كيجيو زوينين. تقدروا تزينوا اي طريقه بغيتوها. هنا غنستمر بهذه الطريقه هذه. ندير كما كتشوفوا النصف درتو بالشعريه بالالوان، والنصف درتو بالشعريه في القهوي. هنا غادي ناخذ الكويغطات ديالي، غادي نقرطهم يعني يجيوني على القياس ديال الاشكال اللي عندي ديال الحلوه، يعني على شكل دائري يجيني بنفس القياس بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا. ومن بعد ناخذ الحلوه ديالي اللي كيكون فيها الزوائد كنحيدو منها بالموس. صافي كنحطها في بلاطو بحال هكذا. من بعد ان شاء الله نستفها في الطويسه ديالها. ناخذ الموس ونحيد هاد الزوائد اللي كيكونوا في الحلوه ديالنا ديال الشكلاط بهذا الكيفيه هذه. هنا بالنسبه للبنات ملي تبغيو ديروها في الطويسات بالنسبه للحلوه ديال الشكلاط ضروري ما كنبغيو ما بين طبقه وطبقه، خصنا نقسموها بشي يعني بورق المطبخ باش ما يعني ما تاداش وحده مع وحده. صافي غادي نستمر انا بهذه الطريقه هذه، نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله بهذه الطريقه هذه. نحيد ديك الزوائد اللي كيكونوا في الحلوه ديالنا ديال الشكلاط. كما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف، كيجي الشكل ديالها راقي رغم انها يعني مكونات بساط. والمذاق البنات صدقوني كيجي هائل جدا، كيجي زوين بزاف. صدقوني غادي تجربوها ان شاء الله غادي تشكروني عليها. غادي نستمر كما سبق لي قلت لكم بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا، ومن بعد ان شاء الله يا ربي نتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله.
وصافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا. كيف ما كتشوفوا كتجي من الداخل فتيه، كتجي رطبه، والمذاق ديالها رائع البنات. صدقوني المذاق ديالها كيجي زوين بزاف. ان شاء الله حتى تجربوها وغادي تشكروني عليها. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، تنضموا الى اصدقاء القناة. اذا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة، فعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.